السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متبعين الأخت سميرة غير الخير، الله يعطينا ويعطيكم الخير. متبعين الأخت نعيمة البدوية، لاله مريم، سعيد ودمو نعمة في الغربة، والسي مراد ألوانكم وجميع القنوات، تحية لكم اللي وقفتوا مع أمي نعيمة البدوية ومع مريم على قد هاد 7 أشهر. تحية كبيرة لسعيد ودمو نعيمة اللي عمل أنا كنقول الخيط الأبيض، والتوام ديالو السي مراد ألوانكم. تحيه كبيره لجميع القنوات اللي كنعرفهم غير اللي كنعرفهم كاع اللي كيجيو عند منعمه، كندير لهم تحيه، وراه كلهم كندخل عندهم كندير لهم جيمو بارطاج على حسب القنوات، راه كلهم خوت وهما كنشوفهم كيعاونوا ام نعيمه، انا كيعزوا عليا بزاف، وحنا كنا مغاربه خصنا نتعاونوا. نقول لبنتي مريم واخا معطله راني كان عندي ظروف عائليه وسبحان الله العظيم كل واحد وكيفاش كتكون الظروف ديالو، ظروف اكثر يعني حاجز أكتر ما خلاني نوقف على باب السجن مع الأخت ديالي الفاضلة نعيمة البدوية. وكان عندي راه نعيمة عارفة علاش أنا ما مشيتش، وكلهم عارفين علاش أنا ما مشيتش، ولكن دابا كنقول لك بنتي هنيئا لك وتكون مغفر الذنوب. وشكرا الفاتحة الخالة ديالك اللي صحى ضميرها، وانا دائما كنقولتها في فيديوهات سابقا ديالي، كنقول لا بد يجي واحد النهار لفاتحة يحيى ضميرها، عمر الدم عمر الماء ما كيرجع دم، دائما العائله ما كيحيا الضمير ديالهم، وهكا المغاربه وهكا الاسلام تيقول المسامح كريم. وفعلا كانت الفاتحه من المسامح كريم، وكانوا الوليدات خرجوا، وكانت مريم عنقت امها ناعمه البدويه، والحمد لله شفناهم مجموعين. الحمد لله على كل حال. هكا يكونوا المغاربه. وتنقول شنو سبب هذا الشيء؟ هي كثره الكلام، وكثرة الإنسان تيوصل الكلام غير لائق محل ديالو. هكا كنقول الناس اللي كيوصلوا على آخرين الكلام راه غلط، راه عيب وحشومة، عيب تضروا الإنسان في بعض في هو ما عارف ما داير والو تما كضربوا ليه في الأعراض ديالو ولا الشرفة ديالو، هذا عيب. وشوف الحمد لله لما داز كل شيء، هاد الناس اللي كانوا تيخلطوا بين نعيمة وفاتحة اش داروا؟ والو، كل شيء فات، صالحوا، تعانقوا، مريم خرجات، منعم خرج، زهير خرج، شي ولدي زياد تا راه كيلعب في حضن ديال باه وامو، الحمد لله. ولكن الناس اللي كيدخلوا ما بين هذا وهذا بحال الوسخ تحت الضفر، هذاك حرام عليهم. كنقولها بزاف الناس منهم اللي تواصلوا معايا نيت وكيقولوا الكلام، ولكن راه عيب وحرام عليكم. راه الانسان خاصو يعرف باش يلاقي ربو، راه كلشي يسمح لك حتى تخلط ما بين هذا وهذا وطيح المصائب وطيح الاجرام وطيح بزاف د المشاكل كيوليو ما بين القول لي نقول لك. هذاك هو الغلط. انسان كيهز التليفون وكيبقى كيهضر ما عارفش العقوبه ديال ديك الهضره. ولكن الانسان اللي كيكون غير مسامح ماشي نقطه الضعف منه ام خوف، ولكن لا. انا الناس تيقول لي علاش تبغي البدوي، غنبغيها اليوم وغدا، والبدويه اختي اليوم وغدا، ومراد ولدي اليوم وغدا، وانا غنبقى نمشي عند البدويه وصاحبتي البدويه، وان شاء الله لما صح بنتي من الازمه والظروف اللي كنمر من هذا بنتي مازال غندير الحولي لمريم، ومازال غندير الكادو لمريم، وانا مرحبا بالبدويه حيت عرفتها مرا معقوله، مرا كتخدم على وليداتها، مرا صالحه البدويه، كل ما معاها مزيان. فين المشكل؟ اي واحد كيوقع عليه مشكل، رجال اعمال نساء اعمال وقع عليهم المشكل وكاع مدوزو السجن، فين المشكل؟ انا نعيمه صاحبتي نجي عندي اليوم وغدا ومشي عندها اليوم وغدا، ومازال الكادو ما ديتوش نعيمه على خرج مريم، مازال باقا ضمير شويه من ناحيه بنتي. كان عندنا قلت لك مشكل، الحمد لله، وكاع الناس كتصابوا، هذا الحمد لله على كل حال. المؤمن ذنب مصاب، الله يخلف ما ضاع، وهذا اللي كنقوله. كنقول الناس صحوا ضميركم وخافوا الله وخافوا وجه الله تبارك وتعالى. اعلموا كاين يوم الحساب، واعلموا راهي لا ما سمحش لكم الانسان اللي كتخسروا ليه في الاعراض ديالو وكتشولي بالسمعه ديالو غدا يوم القيامه يحسبكم ربي في جهنم حتى تجيبوا ما جاء ليه. انا لما سمعت واحد هكا واحد الحديث واحد الامام، والله توقفت، توقفت حتى بكيت. عرف الانسان راه لا تهم شي انسان وما فيش ديك الحاجه وقالها فيه، حيت الدنيا فايته. علاش نخسر سمعه هذا على الفلوس؟ تمشي وتجي الفلوس، حنا اللي كنديروا الفلوس، حنا اللي نخدموا الفلوس، حنا اللي تنجيبوا الفلوس، ماشي على قبل الفلوس نخسر انسان ولا نخسر انسانه لا طفل ولا امراه ونضرب ليه الشرف والاعراض ديالو، هذا حرام، والله حتى حرام. كنقولها للجميع. انا بديت بالاخت نعيمه وها هما تصالحوا وها هما فات كل شيء، وشنو بقى؟ دوك الناس اللي دخلوا، دوك الناس اللي كانوا كيضربوا فيهم وتيجوا عند نعيمه يقولوا كلام كيمشيو عند الاخرى، والمصير شنو؟ الصلح، وكان الصلح خير.
الحمد لله كان الصلح خير. ها كنبغي المغاربة ما يكونوش خاصها تدي علينا دول أخرى وبلاد أخرين يديو علينا نظرة زينة. أحق المغاربة كرماء، مغاربة ديال الدين ديال الأخلاق، هكا يكونوا المغاربة. ما نشوفوا راه حشومة وعيب باش الإنسان يخصم ما بين هذا وهذا. الحمد لله عوضت كل شيء ورجعت المياه لمجاريها، والحمد لله رب العالمين. مريم في حضن رجلها ووليدها وبنيتها، وفي حضن مامتها ودايره بين عائلتها، كذلك الوليدات، والحمد لله ويعيدوا جميع. وهذا هو المسلمين، وهذا هو الإسلام، وهذا هم الشعوب المغربية، الشعب المغربي الحر اللي كيسامح وعنده عقل كيفكر مدى من البعيد. هكا نكونوا احنا المغاربة. وهادشي اللي بغيت نقول لكم خوتي وخواتاتي. الحمد لله، وتحيه اخرى لكل مساعد ناعمه، كل ما كان مع ناعمه البدويه وحنا مع ناعمه البدويه بدون يوتيوب، قلب وقالب احنا دائما معها. كنطلبوا الله تبارك وتعالى يجمعها دائما نشوفها ضحكه مع وليدها، كافة ما بكات وكافة ما حزنت، حزننا معها وحزن مع الشعب المغربي. ودابا الحمد لله الشعب المغربي كله فرحان بالجمع الشمل ديال الناعمه البدويه ووليداتها. ونطلبوا الله اي واحد عنده شي مشكل يجمع شمله مع وليداته على المقاربين. وكنقولوا للناس الله يهديكم وبركه، ما نشوفوا هذا الشيء، نشوفوا الفرح في اليوتيوب، ونشوفوا الفرحه على جميع المسلمين وعلى المغاربه بالخصوص. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.